بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. إذا اليوم غادي نعرض لكم هذا المنزل اللي شفتوا الواجهة ديالو، اللي هو هذا كيتكون من سفلي فيه كراج زائد الطابق الأول، الطابق الثاني والسطح فيه غرفة ومطبخ وطواليت. إذا هادشي كامل غنشوفوه في الفيديو، واللي عنده شي منزل ولا شقة باغي يبيعهم سواء في الدار البيضاء أو خارج الدار البيضاء أو شي مدينة أخرى في المغرب كامل، مرحبا به يتواصل معنا عبر الواتساب في الرقم اللي شفتو في أول فيديو، ونحطولو ونعاونوه باش يبيع العقار ديالو. إذا السفلي هو هذا، قلنا سفليه فيه خارج منو كراج. إذا هذه غرفة ها هي، طواليط والحمام هاهما، السيجو راكم شفتوه. إذا نطلعو الطابق الأول. المساحة الأرضية ديال هاد المنزل هي 64 متر، وبطبيعة الحال في الطابق العلوي راه غادي تكون واحد 72 ولا 73 متر. إذا الطابق العلوي فيه البروز. إذا هنا هذا هو الطابق الأول. إذا هانتوما كتشوفو هنا. إذا نبداو بالمطبخ. إذا هذا المطبخ ها هو. الطابق الأول فيه مطبخ، فيه سيجور، حمام وطواليت وثلاثة ديال الغرف. إذا هذا الطواليت، وفي جنبو مباشرة شفتو الحمام. إذا الحمام مفارق مع الطواليت. هذا السيجور هنايا، هذه الغرفة الأولى. وهنا الغرفة الثانية والغرفة الثالثة هما اللي جاو في الواجهة ديال المنزل. الشرجم ديالهم كيشوفو الواجهة ديال المنزل. إذا ها هو غرفة كبيرة. إذا العرض ديالها كما لاحظتو 2 سدادر ديال 2 متر زائد واحد شوية، يعني المساحة ديالها كتر من يعني الطول ديال هاد الغرفة كتر من 4 متر، من خلال السدادر تعرفوهم. إذا هذا هو المدخل ديال البرطمة. وهذه الغرفة الثانية، ها هي مشمشة تبارك الله داخل الشمس. إذا ها المنظر. إذا نشوفو الطابق الثاني. إذا الدروج هاهما. إذا هذا الطابق الثاني. الطابق الثاني فيه غرفة وفيه صالون كبير ومطبخ حمام وطواليت وسيجور.
إذا هنا السيجور ها هو كبير. إذا هنا الحمام والطواليت كما الطابق الأول فمعزولين. إذا ها الدوش هو هذا راكم شفتوا الرشاش، وها الطواليت طواليت بلدية. إذا ها الطواليت. إذا نزيدو شوية. إذا هنا صالون كبير، لاحظوا كبير تبارك الله هاد الصالون. إذا هانتوما الصالون كبير، تكون فيه واحد 6 ولا 7 متر في الطول، والعرض ربما 2 متر ولا 2 متر ونص. إذا من بعد غادي نمشيو نشوفو السطح. السطح فيه غرفة ومطبخ وطواليت. إذا ها المنظر هو هذا من برا، المسجد ها هو كيبان لكم. إذا فهاد المنزل مستقل للبيع في الحي المحمدي، جا في موقع ممتاز بين شارع عبد السلام زائر اللي فيه الترامواي وشارع الشهداء حتى هو فيه الترامواي، قدامه حمام ومسجد. هذاك المسجد هو مسجد المملكة السعودية معروف تما. بريد بنك، شارع عبد القادر الطوريس، عبد القادر الطوريس، الشارع ديال عبد القادر الطوريس هو معروف في مدينة الدار البيضاء. كاين السوق النموذجي، كاين القصارية ديال الحي المحمدي، كاين الملعب قريب للملعب ديال الاتحاد البيضاوي، مدرسة ديال عمر بن الخطاب، سبيطار ديال الحومة، يعني كلشي قريب. وكما شفتوا السفلي فيه كراج، فيه غرفة مطبخ طواليت وصالون. الطابق الأول فيه 3 ديال الغرف، سيجور مطبخ حمام وطواليت. الطابق الثاني فيه غرفة وصالون كبير، مطبخ حمام وطواليت وسيجور. والسطح فيه غرفة ومطبخ وطواليت. إذا نطلعوا نشوفوا السطح، وانتم كتشوفوا السطح. فاللي بغى مزيد من المعلومات فما يتصلش بيا انا، يتصل بالرقم اللي كتشوفوه في الشاشة، هو اللي غيعطيكم مزيد من المعلومات. هو صاحب المنزل. إذا هذا هو السطح. إذا ها الغرفة. إذا في الأخير ما بقى لي أنا إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.